السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الأعزاء. اليوم في هذه الحلقة سوف نتحدث عن عملات بريطانية نادرة. 4 قطع نادرة، يعني أسعار ديالها جيدة جدا. يمكن اصطفاء هذه العملات ولا تعرف عنها أي شيء. لهذا دائما إخوان انتبهوا إلى بعض العملات النادرة، يمكنك الدخول بها إلى المزادات وتربح منها أموال طائلة. نعم، هناك عملات يبحث عنها الهواة ويشترونها بأي سعر. يمكن أن تكون مخبأة عندك هذه العملة في المنزل ولا تعرف عنها أي شيء. لا، دائما انتبهوا إلى عملاتكم. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد من أخوكم التوصي. ويمكنكم الدخول كذلك إلى القناة، فهناك مجموعة من الفيديوهات لمختلف العملات العالمية. يمكنكم الاستفادة من هذه الفيديوهات. طبعا الحال هي فيديوهات حصرية على القناة. سنبدأ بأول عملة وهي عملة 20 بانس. نعم، 20 بانس لإليزابيث الثانية. إخوان، هذه العملة تم السك منها الآلاف، نعم، من العملات. لهذا لا تعتبر نادرة. لكن الإخوان اللي جعل هذه العملة أن السعر ديالها يكون سعر مميز الإخوان. نعم، هذه العملة دائما هي عملة 20 بانس من الكيبرو نيكل، والوزن ديالها هو 5 غرام. هذه العملة اللي جعل أنها تكون عملة قيمة هي أن الإخوان هناك خطأ في الإنتاج. هذه العملة تم إنتاج بعض منها، بعض العملات دون تحديد تاريخ سك هذه العملة. تم ضرب هذه العملات بدون تاريخ، ليس فيها تاريخ الإخوان، تاريخ السك. لهذا إخوان هذه العملة هي عملة قيمة، والأسعار ديالها كذلك أسعار مميزة إلى 130 دولار. عملة الوان بوند 1983. إخوان، هذه العملة المعدن ديالها من النيكل والنحاس، الوزن ديالها 9.5 غرام. إخوان، هذه العملة كذلك عملة قيمة. كيف ذلك؟ دائما إخوان راه الأخطاء في العملات دائما أسعار ديالها كتكون أسعار جيدة ومطلوبة من الهواة. نعم، يعطيكم خطأ خطأ نادر في هذه العملة ديال الوان بوند 1983. ولنا إن شاء الله فيديوهات أخرى عن هذه العملة بالذات. الخطأ ديال هذه العملة هو كالتالي: تعرضت هذه العملة لضربة شديدة، مما أعطانا واحد الخطأ نادر. نعم الإخوان، خطأ نادر كما كتلاحظوا عن انحناء في العملة. وطبعا الحال هذا الخطأ الإخوان السعر ديالو سعر جيد الإخوان، أكثر من 400 دولار. نعم الإخوان، هنا الأسعار تختلف باختلاف الأخطاء. عملة 2 بانس عملة قيمة والأسعار ديالها جيدة الإخوان. كذلك هذه العملة تعرضت لواحد الخطأ اللي هو خطأ غريب. نعطى هذه العملة واحد القيمة بطبيعة الحال، وحتى الهواة البريطانيين كيبحثوا على هذه العملة الإخوان. فعلا هذه العملة هي عملة مطلوبة بشرط، هناك واحد الشرط الإخوان اللي يجعل هذه العملة أنها فعلا عملة قيمة ومطلوبة من الهواة. كان من المفترض بطبيعة الحال أن يتم تغيير نيو بانس إلى 2 بانس بصيغة أخرى من 1971 إلى 1982. فقط كلمة نيو بانس. البنك المركزي بطبيعة الحال البريطاني بغى يغير عملة من نيوب إلى 2. لكن ما وقع الإخوان هو أن تم سك عدد مهم سنة 1983. السنة اللي تم فيها التغيير ديال هذه العملة من نيو بانس إلى 2 بانس. تم سك عدد مهم. نعم، عدد مهم الإخوان بصيغة القديمة وهي نيو بانس. وجدتي عملة ديال نيو
بانس. نعم، نيو بانس الإخوان لسنة 1983. إخوان هذه العملة راه السعر ديالها أكثر من 700 دولار، ويعني ممكن يوصل حتى ل1000 أكثر من 1000 دولار. يعني إخوان هذه العملة عملة قيمة. أما 2 بانس الإخوان راه ما كتساويش إلا يعني 2 بانس 1983 تساوي فقط يعني القيمة ديالها هي 2 بانس. ولا لقيتي يعني فقط في الكتابة لقيتي نيو بانس هذه الإخوان ديال 1983 راها مطلوبة، والأسعار ديالها أسعار جيدة الإخوان. أكثر، نعم الإخوان، ممكن يوصل السعر ديالها لأكثر من 1000 دولار، وهي مطلوبة من الهواة الإخوان. أغلى عملة في الصين بطبيعة الحال العملات البريطانية إخوان هي عملة 3 بانس أو 3 بنسات. عملة قيمة، والأسعار ديالها إخوان أسعار جيدة. وهنا كنتكلم على 3 بانس ديال 1937. نعم الإخوان هذه العملة راها عملة نادرة، أسعار خيالية. إذا إخوان أغلى عملة تتحل في الصين في العملات الإنجليزية، وهي الإخوان هذه العملة اللي أمامكم ديال إدوارد الثامن. مع نهاية عهد الملك جورج الخامس أصبح العدد الثلاثي للعملات بحال أصبح غير محبوب في إنجلترا بسبب صغر حجمه. لهذا أعرب يعني إدوارد الثامن آنذاك يعني في سك عملات يعني ذات تصاميم يعني جديدة وكذلك مثيرة الإخوان. وبالفعل تم سك هذه العملات الإخوان، لكن الإخوان هذه العملات لم تخرج للتداول بسبب التنازل المبكر للملك إدوارد الثامن. وطبعا الحل هنا الإخوان هذا طبعا الحل يعني تم فقط يعني إجراء طبعا الحل يعني أو تم سك بعض القطع التجريبية طبعا الحل من النحاس والنيكل لهذه العملات ديال 1937 تريبانس 1937. وطبعا الحل تم فقط يعني السك يعني بعض القطع فقط الإخوان خلال حكمه طبعا الحل حكم إدوارد الثامن. طبعا الحكم اللي كان حكم قصير جدا الإخوان. والإخوان السعر ديال هاد 3 بنسات 1937 الإخوان راه السعر ديالها فقط سعر خيالي، اللي خرج منه فقط يعني بعض القطع اللي كانت يعني خرجت لي بحال آنذاك يعني الإخوان. يعني هاد القطع هي قطع قيمة الإخوان يعني، وفعلا هي نادرة جدا الإخوان هاد القطع. كما قلت لكم أن السعر ديالها الإخوان أكثر من 38,000 دولار. إذا إخواني أخواتي نتمنى أن هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. إذا أعجبكم الإخوان هذا الفيديو ما تنساوش الاشتراك وتضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد من أخوكم الطوسي. دمتم في رعاية الله، وإلى حلقة قادمة بإذن الله مع عملة نادرة إن شاء الله. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب.